ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو سريع جدا جدا، بس اهم حاجة لو عجبكم ما تنسوش تحطوا له لايك. انا النهاردة جاية افيدكم، يعني جاية انقل لكم بقى ايه تجربتي الاولى كده مع مطعم اسمه فلافلاية. المطعم ده موجود في اسكندرية، لسه فاتح جديد بس مسمع جدا كده وعامل ضجة، واغلب الناس اللي جربته بتشكر فيه بطريقة غير طبيعية. فقلت اروح اجربه كده واشوف هل ده كلام اعلانات ولا يعني فعلا يستاهل. وطبعا هقول لكم رأيي بمنتهى الصراحة. المطعم موجود في بحري. عنده قعدتين، قاعدة قدام المطعم على طول وقاعدة الجنب التاني، يعني تعدوا الشارع كده تروحوا على سور البحر، في ترابيزات وكراسي وبيجيب لكم الاوردر لحد عندكم. احنا اخترنا طبعا ان احنا نقعد على البحر، لان القعدة على البحر بتبقى احلى قوي بصراحة يعني. وكمان احنا رحنا في وقت كده بعد العصر بشوية كتير، علشان الشمس تكون خفت والجو يبقى حلو، لان النهارده حرفيا الجو كان حر نار الصبح، فكان استحالة ان احنا نروح الصبح. طلبنا شوية حاجات كده بسيطة خالص، يعني لمجرد ان احنا نجربها ونشوف هل هتطلع حلوة ولا لا. طلبنا بقى فلافل او طعمية زي ما انتوا بقى بتقولوا عليها، محشية بسطرمة وكيري بس وموتزاريلا بس، وحشوة الفلافل العادية. وكمان طبق فول بالخلطة بالزبدة، وطاسة بطاطس بالجبنة بميكس من السوسيس والبسطرمة والسجق. الفلافل بجد خطيرة، مقرمشة جاية سخنة، هشة جدا، الحشوة كتيرة، طعمها تحفة، ما فيهاش غلطة. اما الطاسة دي بقى بجد من كتر جمالها دخلت كده في قلبي، وحاسة ان هي هتبقى ادمان بالنسبة لي. اول مره اجرب ميكس زي كده بس عجبتني قوي. حتى العيش جاي لنا طازه، وكمان المعامله بتاعتهم ذوق جدا. الحاجه الوحيده اللي يعني ما حسيتهاش قوي هي الفول حسيته عادي واقل من العادي، ما فيهوش اي افتكاسه. لكن في العموم الاكل بصراحه كان حلو جدا جدا جدا. مالك ايه رايك في الاكل؟ حلو جدا. عجبك فلافلية؟ انا اصلا ما باكلش الفلافل بس كلتها عشان حلوة قوي صح؟ اه اشمعنى يعني تجربة نكررها بيتهيألي تاني. اه فريدة، فلافلية عجبك؟ اه ها؟ اه حلو قوي عجبك الأكل؟ اه أول مرة نجربه بس عجبنا قوي. عايزة تيجي عندك تاني؟